لو عايز تزود فولورز بليز ما تكلمنيش. كذا حد يبعت لي عايزه ازود فولورز، عايزه ازود فولورز، ازود فولورز ازاي؟ في الاول كنت بسالهم طب انتوا عايزين تزودوا فولورز ليه؟ بقيت بلاقي الاجابات ان هم عايزين يزودوا فولورز وخلاص، عايزين يبقى عندهم عدد. وانا بصراحه ما بفهمش الناس اللي بتبقى عايزه يبقى عندها عدد فولورز في المطلق من غير هدف وراء ده. يعني بفهم من الانفلونسرز والبلوجرز اللي بيبقوا عايزين يزودوا فولورز لان هو ده شغلهم، هو بيجي لهم اعلانات وبيجي لهم فلوس عن طريق ان هم يبقى عندهم عدد فولورز معين. انما انت كصاحب بيزنس او اكاونت عادي هتستفاد ايه لما يبقى عندك فولورز كتير؟ عندي مثلا كلاينت شغله ماشي كويس جدا والمبيعات بتاعته هايلة، سايب كل حاجة. انا ليه البيج بتاعتي معلهاش فولورز كتير؟ احنا لازم نزود فولورز. اوكي، هو ممكن يكون عايز يزود فولورز عشان المصداقية وعلشان فعلا عدد الفولورز الكتير على بيج ديلها مصداقية اكتر. انما انت شايف ان الماركتنج بتاعك كله فاشل وملهوش فايدة بس علشان عدد الفولورز بتاعك مش كبير. على العموم، لو عايزين تزودوا فولورز لازم الاول تسألوا نفسكم احنا عايزين الفولورز دي ليه تحديدا، ولازم يبقى عندكم خطة محتوى من خلالها تزودوا فولورز أو تعملوا إعلانات ممولة لزيادة الفولورز، وبعيدوا تماما عن الفيك فولورز.